السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. وقلت بقى ايه، يعني انا بقالي كام يوم كده كنت يعني زعلانة شوية، وعلى اللي بيحصل في البلاد والزلزالات والشهداء وكل ده. انا كنت بصراحة الفترة دي كان عندي كان يعني كنت زعلانة جدا وعندي حالة اكتئاب كده، ومش عايزة اعمل اكل ومش عايزة اعمل حاجة ولا عايزة اعمل فيديوهات. كان مزاجي زي الزفت كده ومزاجي وحش جدا يعني. بس انا ليا اصدقائي واحبابي و... واصحابي في كل البلاد. حبايبي اللي على اليوتيوب، عندي بيقول عندي على بيتصلوا بيا على على الواتس، بيسألوا عليا. بصراحة أنا بشكرهم جدا جدا جدا. وأنا دلوقتي بصحابكم كده اللي شقتي المتواضعة اللي على قد الإيد. يعني قلت بس يعني إيه أطلع من المود اللي أنا فيه ده وإيه وأتكلم معاكم كده من شقتي، بدل ما أقعد كده أبص في الحيطة وأكلمكم. قلت إيه يعني إيه نتكلم كده مع بعض وأوريكم المكان اللي أنا قاعدة فيه وكده. ويا رب كده يكون الأيام دي بقى أيام حلوة وأيام كلها أعياد بصراحة. فالشهر رجب ده شهر كريم، شهر كريم. اللهم بلغنا، اللهم اكرمنا في رجب وبلغنا شعبان ورمضان بأحسن حال يا رب، ويجعله آخر الأحزان، وما نشوفش حاجة وحشة بعد كده. ويا رب كده يعني يديم علينا نعمة الستر والصحة عليا وعلى أحبابي وأصحابي خارج مصر وداخل مصر. بحبكم والله. والله انتوا اللي اديتوني دفعة ان انا اعمل فيديو واكلمكم، علشان انا بحبكم جدا. ولولا كلامكم ليا في على الواتس ورسايلكم ليا، يعني اديتوني قوة. قلتولي قومي قومي من النكد، وربنا يجعله آخر الأحزان اللي بنشوفه، والزلازل اللي بنشوفها والشهداء والحاجات دي. وبصراحة ادوني يعني ادوني كده حافز ان انا اشجع كده واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وكمان يعني ان شاء الله داخلين على الإسراء والمعراج، وداخلين على شعبان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يبلغنا شعبان ورمضان واحنا في احسن حال، ويكرمنا في الشهور الحرم يا رب. وقلت بقى ايه يعني ايه احتفل كده بجو رمضان. وقلت اما اطلع بقى كده ايه حاجات رمضان كده افرشها علشان احس كده بالروحانيات بتاعت رمضان كده. احس كده ان يعني نفسيتي مرتاحة. قلت اما ايه طلعت بقى ايه طلعت فانوس رمضان بقى نورته كده، حسسني كده بروح رمضان كده الحلوة. وحسيت بالتفاؤل والله العظيم. انا يعني لما عملت لما طلعت الحاجة دي وعلقتها، حسيت ان انا متفائلة كده والحمد لله يا رب. عايزة كلنا نتفائل و... ونشوف بكرة احلى واحسن، ونقول يا رب وندعي نقول يا رب اجعلها يا رب كده يعني ايام سعيدة علينا، وشهور الحرم تكون نكون في احسن حال واحسن صحة. وانا بصراحة يعني قلت ايه يعني اما عملت يعني اما حطيت حاجة رمضان دي بصراحة اتبسطت كده وبقيت فرحانة وحاسة بتفاؤل ان الايام اللي جاية ان شاء الله تكون ايام حلوة واعياد حلوة، وهنعيد مع بعض في احسن حال وفرحانين بولادنا. واولادنا ينجحوا، والأمة المسلمين وأمة اللي محمد تكون يا رب في أحسن حال. عندي تفاؤل والله الحمد لله يا رب. يا ريت الكل يتفائل معايا وندعي كده إن مصر تبقى في أحسن حال. وأهم حاجة يا جماعة والله أهم حاجة الصحة، الصحة وراحة البال. يعني صح الدنيا غلا وبنشتكي من غلا، والناس بتجوع من قلة الأكل، والأطفال ما فيش غذاء للأطفال كويس. فأنا يعني بقول الأهم حاجة إن نتفائل
ان بكره ممكن يبقى احسن، بكره يبقى يعني بكره يبقى احسن ان شاء الله، ان شاء الله بكره هيبقى احسن، ورمضان هيبقى سعيد علينا ويخش علينا ان شاء الله يا رب، واحنا كده في احسن حال العيد، ويا رب كده يجعلها ايام سعيدة علينا. فانا قلت ايه، كل واحدة بقى تتفائل، وكلنا نتفائل مع بعض، وانضموا ليا في جروب التفاؤل، وندعي لبعض بالخير والصحة والستر، واللي كل اللي عندها بقى حاجات رمضان تطلعها، وتتباشر كده بالأيام اللي الشهور الحرم دي تكون أحسن أيام يا رب، وأحسن صحة لنا، ومتجمعين في الخير يا رب. والله العظيم انا الفيديو ده لكم يا حبايبي، لكل من دعمني واشترك عندي في القناة ودعمني، ومن الصغير للكبير، من الصغير للكبير، هو اللي خلاني اتشجعت وادتوني الفرحة الحلوة دي، قلت لي قومي واتفائلي خير وكده. وانا بصراحة يعني قلت اعمل معكم الفيديو ده لكم يا حبايب قلبي، علشان نتفائل خير بالايام اللي جاية، ونشيل الاحزان من قلوبنا، ويجعلها ايام خير وسعادة علينا يا رب. فانا بشكركم جدا على كل اللي بيشترك عندي وبيعمل لي لايكات، وصح الاشتراك عندي مش كتير، بس انا بصراحة حاسة ان انا مالكة الدنيا دي علشان انتوا عندي والله، عشان انتوا اللي بتدوني دافع ان انا استمر. يعني انا كنت الفترة اللي فاتت قلت خلاص بقى مش هعمل فيديوهات، وانا نفسيتي تعبانة والحاجة غالية ومش هعرف اعمل حاجة، وانا اصلا قناتي على قد الايد، يعني باقل حاجة بنعمل علشان الناس اللي زي حالتنا تشجع وتعمل، تخش المطبخ تعمل اي حاجة. يعني قلت بقى ايه، لازم ان انا اكلمكم واقول لكم انتوا اللي اديتوني الدافع الحلو ده ان انا استمر، وشجعتوني، وبقول لكم الف شكر يعني على وقفتكم معايا. وانا كنت والله يعني خلاص، يعني قلت خلاص ما عدتش اعمل فيديوهات تاني، بس انا الحمد لله يعني متفائلة خير، وربنا كده يا رب كده يعني يجعلها ايام سعيدة علينا يا رب، وفرحانين وسعداء. ويا ريت يعني ان احنا نبقى، ان اللي ما دخلش عندي واشترك عندي يخش، علشان احس ان انتم جنبي وبتدوني دافع ان انا اكمل. وان شاء الله يا رب كده انا متفائلة خير، ويجعلها ايام سعيدة علينا. وانا الفيديو ده لكم يا حبايبي قلت اطلع اكلمكم واقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وبعود الايام وجعلها ايام سعيدة علينا يا رب، ومبسوطين وفرحانين يا رب كده بالشهور الحرم والاعياد اللي جاية، ويجعلها كده يا رب بداية خير وسعادة علينا وعليكم، وربنا يفتحها علينا وعليكم يا رب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.